بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عملنا قبل كده معاكم التونه، عملناه بسمك المكرل. النهارده هو هعملها لكم تاني بسمكه التونه. بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين السمكه يعني دي بقى تقريبا حوالي 2 كيلو ونص. هنعملها، هغسلها دلوقتي واقطعها وانضفها وارجع لكم تاني. هنحتاج دلوقتي معانا جزرتين، طماطمايه، عودين بقدونس، بصلايه، 3 فصوص توم او 4. دي معلقه كرفس، انا ببقى شايلاه في الفريزر فعشان كده يعني مجمده. وليمونه. هنحتاج كزبرة، بابريكا، كركم، فلفل اسود، كمون ولوري. لو كان حب هيبقى افضل طبعا، بس انا ما عنديش حب غير الكزبرة. المية اول ما تغلي هننزل بالحاجة كلها ديت. بسم الله. هنضيف معاهم معلقة ملح، مش هنكتر ملح، هي دوبك معلقة واحدة عشان لسه يعني في مرحلة تانية هنحط فيها ملح، ومعلقة سكر. هنسيب بقى الحاجة دي تغلي مع بعضها 5 دقايق. هنسيب الحاجات دي كلها تغلي مع بعضها 5 دقايق ونرجع تاني. قطعت السمكة ونقعتها في ملح وخل ومعلقة جنزبيل عشان تنزل الزفارة فيها، وبعد كده هنشطفها تاني، يعني هدلق المية دي وانقعها مرة كمان لحد ما ميتها تبقى نضيفة عشان ما تبقاش فيها ريحة زفارة. هنا غليت المكونات كلها معايا. هحط ربع كوباية زيت، وربع كوباية خل، وربع كوباية خل. هنزل بالسمك. بسم الله، بسم الله. بسم الله. هسيبها تغلي على الهادي بقى، هوطي عليها اول غلوة وبعدين هوطي عليها قد نص ساعة على نار هادية خالص. هسيبها بقى تاخد وتدي مع نفسها ونرجع لكم تاني. معايا كده بسم الله ما شاء الله، هي استوت اهي. هطلعها. بسم الله ما شاء الله. البابريكا والكركم بتعمل لها لون وريحه حلوه. انا حطيت لها كمان معلقه هريسه او قرن فلفل براحتك. انا حطيت معلقه هريسه فممكن تحط لها ده او ده. هطلعها. بسم الله. الرحمن الرحيم. كده بعد ما استوت هسيبها تبرد او انزلها عليها ميه ساقعه. بس ما شاء الله يعني الشوكه بتاعتها خرجت على طول اهي عشان ننضفها. هي تنظيفها سهل، بس هنقشر القشره بتاعتها اللي هي السمره ديت، الجلده اللي من بره اهي بتطلع معانا بكل سهوله اهي. هننضفها كده. هي ما شاء الله ما فيهاش اي شوك تاني غير هي الشوكه اللي بتبقى كبيره ديت وحواليها كام شوكه صغيرين. هنشيلها كلها كده، ما فيهاش اي شوكه اهيت. هبص في الفصوص كده. ننضفها كلها كده. بس ما شاء الله اللحم بتاعها. هعمل واحده تاني معاكم وبعد كده اروح انضفها كلها لوحدي. بس الشوكه طلعت اهي. اشيل الشوك منه. بس ما شاء الله اللحم بتاعها فصوص ازاي. هي الجلده بتتشال بكل سهوله.
هنضفها وارجع لكم. حطيته لان هنتغدى بيه دلوقتي، والجزء ده هكمل المحلول عليه واغطيه واشيله في التلاجة. اوريكم ده بعد ما يتفتت هيبقى شكله ايه. الرحمن الرحيم. دلوقتي كده بعد ما فصصتها بالشكل دوت، ما خليتش فيها شوك ولا اي حاجه. الخطوه الجايه بسم الله، الصوص اللي احنا سلقنا فيه هناخد منه قد كوبايه. بسم الله. طبعا تكوني مصفياها، ما يكونش فيها ايه اي شوايب، يعني مش عايزين فيها جزر ولا عايزين فيها خضار. حاولي تاخدي اللي هو الدسم اللي على الوش دوت، لان دوت الدهون بتاعت السمكية نفسها والزيت اللي احنا حطيناه قبل كده، عشان هنعمل منه المحلول اللي هنحفظ فيه بسم الله الرحمن الرحيم التونة. ماشي، ادي المحلول اللي احنا بسم الله الرحمن الرحيم. هنا ده الصوص اللي عملنا فيه السمك. انا خدت تقريبا قد كوبايه، هحط فيها معلقه كبيره او معلقه ونص ملح، نص معلقه سكر، هحط نص كوبايه خل، وهحط ربع كوبايه زيت تاني غير اللي احنا سوينا فيه، وهقلب كله مع بعضه. وهحطه على التونه اللي احنا خليناها. المفروض ان هو يغطيها. طبعا هتشوفي الكميه اللي انت هتستعمليها ايه او هتحفظيها. انا دلوقتي هاخد جزء هشيله في البرطمان لحين استخدامه، بتقعد في التلاجة 15 يوم، مدة حفظها في التلاجة 15 يوم. في بطرمان، هتجيبي بطرمان تكوني معقماه بالشكل ده وتمليه، او تحطي الكميه اللي انت عايزاها، وهنحط عليه المحلول اللي احنا عملناه، اللي هو الصوص اللي احنا سلقنا فيه التونه، وخل وزيت وسكر وملح. ممكن تحطي حب فلفل اسود، ممكن تحطي فصين توم، بس هي عامه غنيه بكل حاجه. احنا لما سلقناها في كل حاجه، حطينا فيها كرفس وحطينا فيها كل حاجه كده تبقى. بس ما شاء الله لونها جميل ازاي، واوفر وانضف من اللي بره 100 مره. جربوها وقولوا لنا ايه رايكم، وبالف هنا وشفا. في الكبه تقدري تعمليها بالشوكه براحتك، ما شاء الله. انت تشوفيهم حبه صغيرين اللي كانوا في الطبق، لكن ما شاء الله كميه كبيره اهي. ما شاء الله. هاجي بقى هنا ايه المحلول بتاعها اللي احنا عاملينه. بسم الله. وتقدري برضو تحفظيها مفتته كده، تقدري تحفظيها مفتته. تقدري بقى تاكليها بالطريقه اللي تعجبك، تحطيها بقى على مكرونه، تحطي عليها بصلايه مفرومه، قرن فلفل، ليمون،
كل واحد بقى ايه على حسب ما بيحبها. وتظبطي بقى ملحك وشطتك والكمون والحاجات الحلوه دي.